ليفربول ويورجن كلوب بيسقط للمرة الثالثة على التوالي أمام ليستر سيتي والمرة السادسة هذا الموسم. وتصريح خطير جدا ومجنون ومثير للجدل ليورجن كلوب. يلا بينا نبدأ حلقتنا مع بعض. طبعا الحلقة ديت هنحللوا فيها أداء ليفربول أمام ليستر سيتي والأداء المثير للجدل، وإزاي يورجن كلوب بيفكر التفكير دوت، وإزاي يقول الكلام دوت وهو مدرب عالمي وفي المكانة اللي هو فيها وفي القمة اللي هو فيها. عيب يا راجل الكلام دوت، انت مدرب عالمي ومفروض ومدرب دولي، ما ينفعش كلمه زي دي تطلع منك والتصريح ده يحسب عليك. خلي بالك يا يورجن كلوب. هنشوف كل ده مع بعض. لايك وسبسكرايب عشان توصلك كل ما هو جديد، ويلا ما تنساش الشير، ويلا بينا نبدا حلقتنا مع بعض. المباراه الثالثه على التوالي خساره لليفربول من فريق ليستر سيتي. ليستر سيتي بالنسبه له الفوز دوت غالي جدا. ليه؟ لان الفوز يعتبر ب6 نقط فرق او 4 نقط فرق عن المركز الثاني اللي هو مين بقى؟ ليستر سيتي دلوقتي بيحل في المركز الثاني على حساب مانشستر يونايتد اللي مستنيين مباراته مع بكره ان شاء الله مع ويست بروميتش البينو، وهنشوفوا بقى مانشستر يونايتد هيقدر يتحدى ليستر سيتي ويعدي عقبه ويست بروميتش. حتى الان مانشستر سيتي في الصداره، ووراه مين بقى؟ وراه ليستر سيتي. الهديه اللي بيقدمها ليفربول النهارده لجماهير ليستر سيتي ولجماهير الثعالب، والاداء الباهت جدا. ليستر سيتي يحتاج 5 دقائق بالظبط عشان يقلب الطاوله على يورجن كلوب. يورجن كلوب اللي طلع بتصريح تافه جدا وتصريح عبيط جدا، وبيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ان احنا اللي قدمنا لهم هديه لفريق ليستر سيتي، والهدف الاول من تسلل صريح جدا. وانا من وجهه نظري ان هو تسلل. طب يا عم يورجن كلوب، لما من وجهه نظرك ان هو تسلل، طب الفار والحكم رجع للفار، ودي تقنيه الفار مفيش اختلاف عليها لان هم شغالين بشغل اوتوكادو يا جماعه، يعني شغل دقيق جدا. طبعا يورجن كلوب لما يطلع يقول كلمه زي ديت، هي كلمه ملهاش اي 30 لازمه، وكلمه تعيب فيه هو شخصيا، ان هو يطلع ويقول لك الكرة دي تسلل وباين ان هي تسلل، وهم قلبوا الطاوله علينا واحنا قدمنا لهم هديه. احنا مين؟ انت اللي قدمت لهم هديه باصرارك على ضم لاعبين كتير مغمورين. يعني المدافع التركي ده مع احترامي الشديد هو مش جامد جدا. على الوجه الثاني طبعا شوفنا ليستر سيتي، وكان يعني حارس المرمى بتاعهم كاسبر شمايكل قدم مباراه جامده جدا. الحارس دوت طلع بتقييم 9/10، ووراه مين بقى؟ وراه المدافع اللي طول الماتش انا كنت متفرج عليه وكان عاجبني اداؤه جدا، امارتي الاسمر. لعيب قوي جدا وما يقدرش على ساديو ماني الا القادر يعني بصراحه. يا مارتي وقف خطوره ساديو ماني تمام. ساديو ماني اللي راجع من الاصابه ما عندوش نفس، ما عندوش الكره القويه بتاعه ساديو ماني. اي كوره بيحاول ان هو يلعبها لزمايله بتتقطع، وفيرمينو لا حول له ولا قوه. فيرمينو يمكن الحسنه الوحيده اللي عملها الكوره بتاعت محمد صلاح بكعب رجله، ومحمد صلاح طبعا اللي ما بيرحمش، واللي ضيع النهارده هجمتين ما يضيعوش يا جماعه لفريق ليفربول. ليفربول بيعاني الفرص الضائعه بقاله مده كبيره جدا، وزي ما قلنا برضو الهدف الاولاني يعني يشترك فيه بنسبه كبيره اليسون بيكير اللي بقاله مده بعيد عن مستواه. يعني اذا كان يورجن كلوب لازم بقى يحط في دماغه حاجه، ان انت 3 مباريات، يعني اخر 3 مباريات انت خسرانهم 3 مباريات بمعدل اهداف 8 اهداف. في مباراه مانشستر انت خسران 4، المباراه دي خسران 3، معدل مهول جدا. يعني معدل ما كناش بنشوفه لليفربول طول الموسم، ما كناش بنشوف الارقام ديت. ليفربول بيخسر للمره السادسه هذا الموسم وللمره الثالثه على التوالي. رقم غريب جدا على حامل اللقب، رقم غريب على ليفربول. ليفربول يعني من الفرق، مش هنقول اللي هي بتاع بطولات، من الفرق القويه اللي بتقدم كوره والنادي الجماهيري واللي الجماهير بتحبه جدا. وملعب انفيلد يعني من اصعب الملاعب اللي ممكن تلعب عليها في العالم كله. وطبعا بنشوف حارس المرمى بتاعهم عالي جدا، كاسبر شمايكل بيقدم مباراه مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده. والقائم بيتصدى في كورتين، بيمنع كره فالفردي في الشوط الاول، وبيمنع كره الفاور بتاعه ارنولد في الشوط الثاني. هو نفس القائم بيمنع كورتين ان هم يدخلوا. على يورجن كلوب حاجتين 2 مفيش غيرهم. اولا لازم يوفر مدافع قوي جدا غير اندرسون ما ينفعش مدافع. اندرسون خط وسط وحماسي وكابتن فريق وكل حاجه، بس ما ينفعش، ما يعرفش يؤدي الادوار الدفاعيه، وبان من خلال ال3 مباريات اللي هو لعبهم مدافع. طبعا المباراه شهدت
يعني تألق غير عادي في الفردي، واللعيب رقم 10 بتاعهم الجامد جدا. طبعا رودجرز مدرب ليستر سيتي لعب على النقطه ديت ونقطه الدفاع، وان مفيش تغطيه دفاعيه ومفيش تجانس دفاعي بين المدافعين، وكان بيمارس الضغط العالي على لعيبه ليفربول في الجزء الخلفي. طبعا يورجن كلوب السنه دي لعب 10 مباريات 10 مباريات، فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل مباراه وخسر في 6 مباريات. يعني رقم سلبي ليورجن كلوب. اللي كان كله بيقول ان هو معجزه الكره، وان هو المدرب الالماني الكفء، وان هو مرشح لاعظم انديه في تاريخ كره القدم وهي ريال مدريد وبرشلونه، وكان كل فتره بيتكلموا عليه ريال مدريد وبرشلونه، بيتكلموا ان عايزين يجيبوا مدرب. كانت كل الناس بتتجه انظارها حول يورجن كلوب، ولكن يورجن كلوب شفنا جوارديولا ضحك عليه السنه دي، وشفنا رودجرز بيضحك عليه النهارده بنفس الطريقه. خلاص يورجن كلوب لازم يغير من طريقته شويه. وقلنا النقطه الاولى ان هو لازم يوفر دفاع قوي جدا، والنقطه الثانيه لازم مهاجم كفء. يعني بمجرد ان هو فيرمينيو بيروح للكوره، مدافع يعني بطيء الى حد ما بقاش فيرمينيو هو فيرمينيو، ما بقاش يعني شرس على الجون. والكلام ده ان شاء الله هنشوفه امتى بقى؟ لما يرجع جوتا وفي القريب العاجل، والطبيب بتاع الفريق بيطمن جمهور ليفربول بعوده جوتا في القريب العاجل. ولكن لو احنا جينا بصينا لارقام جوتا وبصينا لارقام فيرمينيو، هنلاقوا ان محتاج مهاجم كويس بس ليفربول عشان يقدر يتصدى ويتصدر هداف الدوري الانجليزي. وشفنا معدل الاهداف الكتير جدا اللي كان بيجيبها جوتا. ليه بقى؟ لان اللعيبه بتروح انظارها قصاد محمد صلاح وقصاد ساديو ماني، وبيسيبوا المهاجم الصريح لوحده. تمام. بنشوف ان محمد صلاح اول ما بيستلم الكره 2 لعيبه بيروحوا معاه، و2 لعيبه بيتشدوا على ساديو ماني، بيبقى نص الملعب فاضي لاي مهاجم كفء واي مهاجم كويس. لو فيرمينيو 50% بس كويس، فيرمينيو هتلاقيه كل سنه تقريبا هداف الدوري الانجليزي. عمرها ما تروح لجناح من الجناحين سواء محمد صلاح او ساديو ماني. محمد صلاح اللي انا نفسي نتفرج عليه وهو بيلعب ضربات حره، نفسي نشوفه بيلعب ضربات مباشره. مفيش الكلام ده، مش عارف ليه. وبالرغم ان ارنولد لعب كوره يعني جميله جدا روعه جدا، ولكن القايم تصداها محمد صلاح اللي جاب الهدف بتاعه في الدقيقه 67. يتصدر محمد صلاح هدافي الدوري الانجليزي ب 17 هدف لحد السيزون، لحد الوقت اللي احنا فيه في هذا السيزون. طبعا نتمنى التوفيق لكل الفرق الاوروبيه والفرقه ليفربول، ونتمنى التوفيق لمحمد صلاح. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي اتفرجت علينا. لايك وسبسكرايب وكومنت، وهرد عليكم في الكومنتات زي ما عودتكم. وما تنساش الشير، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.